السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ اهلا وسهلا بيكم في يومية ام دهب وكنزي. يا ريت اول مرة لو حد بيشوفني ما ينساش الاشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان تلاقوا كل جديد احنا بنعمله يا حبايب قلبي. عاوزة تشجيع منكم والمشاهدة والكومنت الحلو واللايك الجميل عشان اعمل لكم فيديوهات مختلفة، وكل فيديو مختلف عن التاني. زي ما انتم ما شايفين الوقت متأخر يا حبايبي. انا فين؟ انا واخدة معاكم جولة جميلة بس الوقت متأخر زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجة ايه؟ الكومنت الحلو واللايك الجميل ما تنسوش. يلا بينا نشوف احنا فين يا حبايبي. احنا فين؟ بلبن. عندي بلبن. هوريكم الاجواء من بره عشان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. ربنا يا رب يزيد ويبارك ويرزق كل واحد يا رب. زي ما انتم ما شايفين مش عارفه اصور من جوه مع ان الوقت متاخر. انا هصور لكم بس الاجواء من بره وهشوف الحاجات. انا كان نفسي اصور من معاكم حاجه بحاجه. يا حبايب قلبي روحنا البيت. يا حبايب قلبي طبعا انا كان نفسي اكمل لكم بقيه الفيديو هناك بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ربنا يزيد ويبارك يا رب. المكان كان زحمه جدا يا حبايبي. طبعا احنا رحنا وقت متاخر بالليل. انا رحت يا حبايب قلبي ما صورتش الصبح. انا كنت بصور بالليل يا حبايب قلبي. انا رحت الساعه كام؟ الساعه 2 بالليل يا حبايبي. واحنا رجعنا اهو دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 3 الفجر يا حبايب قلبي. المكان بسم الله ما شاء الله الله اكبر جميل جدا جدا جدا. قلت طبعا ايه اكمل بقيه الفيديو في البيت لان انا كان نفسي فعلا اصور كل حاجه بالتفصيل هناك. بس زي ما انتم شفتوا المكان زحمه والله اكبر. يعني الناس كانت كتير فما كنتش عارفه اصور. بس ان شاء الله بقى هروح الفرع التاني اصور لكم فيه كل حاجه بالتفصيل باذن الله، واصور لكم المكان من جوه واصور لكم كل حاجه بالتفصيل يا حبايب قلبي. هتبقى حاجات اهي ابو لبنيتا يا حبايب قلبي. اه هوريكم يا حبايب قلبي. وريهم يلا يا كنزي طلعي كده وري حبايبنا واحلى متابعين في الدنيا يا حبايب قلبي. بس ثواني يا حبايبي في حاجه عاوزه اقول لكم عليها. بالله عليكم ما تنسوش الكومنت يا حبايب قلبي واللايك الجميل بتاعكم والمشاهده بالله عليكم لان انا زعلانه جدا جدا جدا. المشاهده يا حبايبي وحشه خالص عندي. بالله عليكم كل يتفرج على الفيديو يتفرج عليه للاخر عشان نسبه المشاهده يا حبايب قلبي عندي. يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. يلا يا كنزي وريهم ايه الحاجه. كبسة بلبن اهي. استنى نفتحهم مع بعض. كبسه بلبن يا حبايب قلبي جميله جدا. هم بسم الله ما شاء الله. شفت المنتجات بتاعتهم ما شاء الله حلوه يعني. الله اكبر حاجه جميله اهي. كبسه ابو لبن يا حبايب قلبي لبن اهي. شايفين المنظر؟ يا رب الصوره تكون واضحه لكم يا حبايب قلبي. جميله حاجتهم الصراحه تحفه. شايفين المنظر يا حبايب قلبي؟ يا رب الصوره تكون واضحه لكم. انا طبعا جبت دي منها اتنين. وريهم يا كنزي. جبت طبعا منها اتنين يا حبايب قلبي. هنجربها برضو وهنقول لكم ايه راينا طبعا في الحاجه. بس هي طبعا الحاجه الله اكبر بتتكلم يا حبايب قلبي. شايفين كبسه ابو لبن يا حبايب قلبي الله اكبر جميله جدا. كبسه بلبن اهي يا حبايب قلبي جميله جدا. شايفين المنظر؟ شكلها بصوا انا اول مره اجربها يا حبايب قلبي. اول مره اجربها بس هي شكلها تحفه وشكلها جميل يا حبايبي. اهي يا حبايبي جبت منها اتنين اهم يا حبايبي قدامكم. هوريكم ايه تاني. ده ايه يا كنزي؟ وريني. ام علي بقى. دي ام علي يا حبايبي بالمكسرات. طبعا انا جايبه منها اتنين جامده جدا يا حبايبي. اهي دي ام علي. جامده ايه الله اكبر جميله سخنه اهي يا حبايب قلبي. طبعا كل كيس المكسرات بتاعته اهي. اهي يا حبايب قلبي متغلفه طبعا. والمكسرات سخنه يا حبايب قلبي والله العظيم جميله. انا اول مره اجربها بس طبعا كل اللي واقف هناك شايفاه اقبال طبعا على دي جميله جدا تحفه يا حبايبي. بص حاطين ايه؟ كيس مكسرات لوحده. كل طبق عليه يا حبايب قلبي كيس المكسرات. صح يا كنزي كده؟ يا حبايب قلبي جميله اهي. كل طبق معاه كيس. كل طبق يا حبايبي معاه كيس. طبعا جبت منها اتنين اهو يا حبايب قلبي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ هي شكله والله اكبر. المكان هناك يا جماعه تحفه تحفه جدا 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 الله اكبر. والمكان طبعا نضيف. انا كان نفسي بامانه اصور معاكم المكان من جوه بس طبعا انا رايي المكان يا حبايبي الله اكبر ربنا يزيده ويبارك. المكان طبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديو كده المكان كان زحمه بس لينا طبعا ايه جوله تانية ان شاء الله. جوله تانية يا حبايبي. ده ايه يا كنزي؟ ده رز بلبن بالمكسرات. ده برضو رز بلبن يا حبايب قلبي بالمكسرات اهو. شايفين الجمال؟
اهو يا حبايب قلبي بالمكسرات برضو طبعا. معاه كيس المكسرات. كيس المكسرات بتاعته اهو، يا رب يكون واضح معاكم اهو يا حبايب قلبي كيس المكسرات. ويا حبايبي الحاجه هناك جميله جدا جدا، تحفه يا حبايب قلبي. بس وانا المكان بقى كان زحمه. انا رحت يا حبايبي بالليل، انا رحت بالليل متاخر عشان اعرف اقف واشتري الحاجه، لاني بيبقى الله اكبر الله اكبر ربنا يزيد ويبارك. حاجتهم جميله، اعرف اقف واشتري واعرف اشوف انا هختار ايه. فهو عندهم حاجات جميله طبعا كتير، عندهم حاجات طبعا غير ديت. هم عيالي اللي هم عيالي اللي اختاروا طبعا. بس احنا حبينا ناخد يعني نختار دول. والمره الجايه ان شاء الله نختار حاجات تانية. يعني احنا المره دي اخترنا الحاجات ديت، الفيديو الجاي باذن الله نختار بقى ايه حاجه تانية. عندهم يا حبايبي البتاع اللي اسمه كريب ده ايه يا كنزي؟ عندهم كريب دبي. تحفه تحفه يعني انا شايفه ناس كتير واخده منهم الكريب بتاع دبي ده. المره الجايه يا حبايبي هجيب لكم الحاجات. وعندهم معالي بالمكسرات وبالقشطه. يا حبايبي. وعندهم رز لبن بالحليب والايس كريم بالحليب. عندهم الله يزيد ويبارك يا حبايبي. احلى حاجه بصوا المكسرات يا حبايبي. شكلها الكيس شكله تحفه يا كنزي والله العظيم جدا. حاجه فعلا والله العظيم بامانه حاجه نظيفه وحاجه فعلا يعني حاجه بص يعني حاجه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. احلى حاجه اللي هم عاملين مكسرات طبعا بره، لاني لو حد مش حابب حد يحط مكسرات كتير يحط مثلا حبه. احلى حاجه هم عاملينها بامانه حاجه جميله جدا جدا جدا. وعندهم برضو المعالي دي ام علي عندهم كذا حاجه يا حبايبي ساده برضو، وانتوا عاوزين بالسمنه البلدي براحتكم حسب ما انتم عاوزين. انا يا حبايبي كان نفسي طبعا اصور المكان، وكان نفسي اصور لكم من جوه، وكان نفسي اصور لكم وانا بشتري كل حاجه بالتفاصيل. بس زي ما انا قلت لكم الله اكبر الله اكبر ربنا يزيد ويبارك. تحفه. ودي طبعا يا حبايبي الرز بلبن برضو جميله، في منها انواع وفي منها ساده وفي منها بالمكسرات وفي منها بالقشطه. وعندهم كريب دبي وعندهم الرز بلبن ده يا حبايبي اللي هو بالمكسرات، فيه برضو بالايس كريم عليه برضو. شكله تحفه وجميل. عندهم كذا حاجه وعليه برضو رز لبن بالمكسرات وكده. ايوه وعندهم حاجات بصراحه جميله جدا 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 يا حبايبي. فهم اختاروا دبي ان شاء الله هجيبه واوريهم معاكم باذن الله يا حبايبي. هو كذا حاجه اصلا يا كنزي والله اكبر. يعني شايفه يعني انا لقيت ناس كتير بتاخد من ديت، فانا قلت اكيد شكلها يعني حلو. اللي هي دي ايه كبسه لبن صح؟ دي كبسه لبن يا حبايبي اهي، اسمها كبسه لبن. يا رب تكون واضحه لكم اهي كبسه لبن يا حبايبي. شايفين دي لقيت كذا يعني بنوته يعني حلوين كده طالبينها، فانا سالتهم طعمها ايه قالوا لي تحفه يا طن. فانا قلت ايه ادام كله بيشكر فيها يا حبايبي قلنا نجربها. وجبت طبعا ايه منها 2 اهي يا حبايبي. اهي كبسه بلبن اهي عباره عن شوكولاته عباره فيها يا حبايبي بقى عن كيكه تقريبا. دي كيكه وكنافه محمصه تقريبا وشوكولاته صغننه متكسره وتقريبا فول سوداني تقريبا اهي يا حبايب قلبي. وكريمه نوتيلا وكريمه يا حبايب قلبي. هي العلبه والله دي شكلها تحفه. هي من غير ما افتحها شكلها تحفه يا حبايب قلبي. فانا طبعا قلت اصور لكم وقلت اصور لكم طبعا ام علي بقى سخنه يا حبايب قلبي وجميله جدا جدا جدا. انا حاجه عجبني يا كنز الكيس دي جميله. شكل المكسرات شكل المكسرات شكل الكيس بامانه تحفه. يعني انا عاجبني الكيس بصراحه. حلو كده برده. وده والرز بلبن برده فيه مكسرات يا حبايب قلبي. والتاج عاوزه اقول لكم سخن بقى. شايفين الحاجه جميله جدا ومغلفه يعني الحاجه بامانه يعني الحاجه بامانه جميله جميله جميله. انا كان نفسي اصور معاكم هناك كل حاجه بالتفصيل. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هصور لكم المحل طبعا وكل حاجه بالتفاصيل واصور من جوه. دي مش مكسرات انا بحبها بس دي مكسرات مشكله. يا حبايبي جدع يا كنزي. فيها كاجو وفيها لوز وفيها بندق صح يا كنزي؟ فيها عين جمل. فيها عين جمل ما شاء الله ما شاء الله. فعلا الكيس فعلا يا حبايبي مشكل. هو مكتوب مكسرات مشكل. هو مكتوب فعلا عليه مكسرات مشكل. دي احلى حاجه وبجد بامانه بامانه. فاحنا يا حبايب ايه هندوق وهنجرب. لا وهنقول لكم راينا برده في الحاجه. واكيد طبعا لو عجبنا اكيد هنروح هناك تاني وهنصور هناك تاني. ايوه بس هي الحاجه بامانه يعني المكان يدل طبعا عن المكان بيعبر عن نفسه. الله اكبر ربنا يا رب يزيد صاحب المكان ويزيدهم كمان وكمان. الحاجه اكيد طبعا لما بتبقى حلوه اكيد طبعا بيبقى عليها يعني اقبال كتير وكل الناس بتشتريها. انا طبعا هم قالوا لي يا ماما عايزين نجرب بقى عاوزين نجرب. فقلنا نجرب. طبعا انا مش هروح في وسط الزحمه. رحت بالليل لقيت الله اكبر برضو المكان ما شاء الله الله اكبر ربنا يزيد ويبارك يا رب.
فايه رحت متاخر عشان اعرف اصور برضو المكان من جوه، ما عرفتش يا حبايب قلبي، ما عرفناش. بس الحمد لله الحمد لله جبنا برضو، والمره الجايه باذن الله هنضرب بقى كده بدبي والحاجات، هنجرب بقيه الحاجات يا حبايب قلبي، وهنقول لكم برضو ايه راينا برضو في بقيه الحاجه، ولما نروح ان شاء الله المره الجايه. بالمانجا بصراحه يا حبايبي انتوا تقفوا هناك عاوزين تاخدوا ايس كريم بس. ايوه عاوزين تاخدوا كل حاجه بصراحه، يعني بسم الله ما شاء الله بامانه الحاجات جميله جدا والحاجات تجنن، وربنا يا رب يزيد ويبارك ويفتحها على كل الناس، ويرزق كل الناس بالخير والسعاده يا رب العالمين، ويرزق كل واحد باللي هو بيتمناه، وكل واحد يحقق كل حاجه بيتمناه يا حبايب قلبي. فانا بقول لكم بقى ما تنسوش بقى ايه الكومنت الحلو واللايك الجميل والمشاهده يا حبايب قلبي، وتشجيع منكم عشان نعمل لكم كل جديد يا حبايب قلبنا. يلا بقى نقول لكم هتوحشونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا احلى اخوات في الدنيا، باي.